كابتن سيد، يعني الحديث على ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي والاداء السيء وليست النتيجه ممكن دي يعني في كرة قدم، يعني الاهلي يتعادل يكسب، دي هي دي الكرة كده، لكن الناس حزينة جدا على اداء النادي الاهلي في هذه المباراة. طيب يعني هنقول كلام يكون منطقي جدا وعقلاني جدا. اولا لسه بدري جدا جدا جدا، قد يكون البدايه مش اللي انت منتظره صحيح، قد يكون ان انت مستني احسن من كده بكتير. الامكانيات والقدرات والوقت كان في صالحك مش ضدك. اللعيبه اللي جايه كلها كويسه جدا جدا يعني. فان انت تشوف الاداء بالشكل ده هو اللي ممكن يكون بالنسبه لك يعني عامل شويه حته سلبيه شويه، لكن برضه مش عايز اعيش فيها كتير. يعني الناس بتتكلم وده حقهم، لان شايفه لعيبه على قدرات ومستوى عالي جدا، وشايفه اسماء كبيره جدا، لكن في النهايه برضه احنا لسه ما بنتكلمش في الاسبوع ال20 مثلا، بنتكلم في الاسبوع الاول. يعني ممكن النتائج تبقى احسن من كده بكتير، وممكن، وده انا متاكد منه. لكن في شويه نقط محتاجين ان احنا نقف عندها. واحد، ان احنا نبقى عارفين كويس قوي الطبيعه اللي احنا شغالين فيها، مهم جدا. النادي اللي احنا بنمثله ده مهم جدا. الضغوط اللي ممكن نتعرض ليها ده مهم جدا، حتى في كلامنا وتصريحاتنا ممكن تبقى كلمه عاديه لكن مع النادي الاهلي ما تنفعش. حلو. حتى التمرين نفسه توقيته. يعني اللي اعرفه ان الاهلي بيتمرن 10:30 الصبح او 10 الصبح، ده ممكن ميعاد ممكن يبقى مناسب بره داخليا في الشتاء ممكن، لكن في الصيف صعب شويه. الثقافه اللي احنا فيها والبيئه اللي احنا فيها لما تيجي تحسبها بكل حاجه مهيب تلاقيها مش صح 100%. نمره واحد، انت عشان تتمرن الساعه 10 الصبح التجمع على الاقل هيبقى 8:30 9، مظبوط؟ 8:30. هتبقى محتاج ان انت تصحى الساعه كام؟ 7. هتبقى محتاج تنام الساعه كام؟ يعني بدري شويه. ما هو ده اللي ما بيحصلش بقى، ده اللي ما بيحصلش دلوقتي اكيد. لا انت تنام الساعه كام ده اللي ما بيحصلش، ممكن حلو. ده كله يحصل. حلو. لكن دي مشكله جيل على فكره. لا هقول لك ابعدها بس. فين احنا ايام جوزيه مثلا كان بيمرن الساعه 9 الصبح بالظبط، بس ما كانش فيه سوشيال ميديا، خلي بالك. أيوه. دي مهمه جدا في الحسبان. ان انت مثلا ممكن ايه تقفل تليفونك خلاص خلصت، لكن لو انت داخل تنام مثلا ومعاك تليفونك هتبص لنفسك عمال راحت في الصيف راحت شويه. فهتبقى محتاج تنام مثلا على الساعه 11 12 وده صعب جدا في الصيف دلوقتي. حلو. مش ده مبرر، لكن نفترض ان انت نجحت ان انت تعمل ده، ونجحت تعمل المعادله الصعبه ان اللعيبه تنام بدري. نجحت تبقى الساعه مثلا 10:30 11 داخل نايم. كلام جميل. طب انا ماتشات الاهلي كلها الساعه 9 بالليل اللي هم يعني الساعه 9 فيه. يعني في الميعاد اللي انت اصلا هتنام فيه. المخ بيدي اشاره لجسمك ان انت ده وقت نوم.